اجوا اخذوني اني بالنسبه للكاظميه، للامن مال الكاظميه ساحه عدن بالكاظميه. سفروني واخذوني من هناك هم الامن بسياراتهم، نقلوني الى مركز مال الشرطه مال الكاظميه. بقينا بيه تقريبا اكثر من اسبوعين. اخذونا المركز شرطه الكاظميه، اول مره اخذونا بالنسبه دائره ميدان عدن، دائره مالتهم مال الامن والاستخبارات بي. اخذوني لهناك وبعدين اخذوني للكاظميه. نمنا بالكاظميه حدود اسبوعين بالكاظميه، بسجن الكاظميه مركز شرطه الكاظميه. وبعدين بسيارات حاول عباله قفص مال دجاج اخذونا قدام المدرسه، المدرسه مالتي كان طالع بعداده الكاظميه بالكاظميه. اخذوني بالنسبه وين؟ للوشاش، سجن الوشاش، فالمركز هم مال الشرطه مال الوشاش. انا الوشاش ما شايفه بعيني، بس رحنا للوشاش اني وتقريبا 10 نفرات اخذوني للوشاش. من الوشاش بقينا فد 10 ايام واخذوني لابو غريب. انا ابو غريب اصلا ما اندله وما شايفه، اخذوني سجن ابو غريب، قاعات خاصه بابو غريب، كل قاعه تقريبا 100 الى 110 نفرات كل قاعه بيها. سجنونا بيها اشهر بيها. قضينا بابو غريب كل ساعه يحسبونا، كل ساعه اوقف يابا الحايط، شنو نطب بالحايط، نطلع ننهزم. اسال يقولوا لي انهزم وين اروح؟ اصلا ما عندنا المنطقه، ما عندنا هذا السجن مال لابو غريب، اصلا اسمه ابو غريب، شنو شو اسمه ما عندنا. اخذوني للسجن لابو غريب وبقينا بيه. بعد الحرب مبادي باقي بعد يمكن فد شهر يبدي الحرب. وشو قالوا منو يطلع؟ قلت لهم اني اطلع. تشتغل ويانا؟ قلت لهم مشغول، اذا اطلع خلص نفسي من هذا المكان. ولد خالتي هم كانوا وياي، قال تقعد لا تسوي لنا مشاكل، اقعد. قلت لهم خلي اطلع، اذا قتلوني قتلوني، واذا ما قتلوني الله يرحم الراحل.